السلام عليكم. طبعا اليوم الفيديو مختلف كلش. اليوم الفيديو عبارة عن أكل. حضرون نفسكم تكونون جوعانين تجون وياي بالرحلة عبارة عن أكل شعبي في المغرب، تحديدا مراكش. خليكم ويانا. إذا أبقى هنا أعيش راح أسافر 20 كيلو مدة شهر، والخبز أطيب خبز أذوقه. ومثل ما وعدتكم وصلت لمرحلة لازم آكل حلزون. دا آكل راسه عيونه ووجهه. هذا مكان كلش مشهور لأنه أشهر اليوتيوبرية جايين هنا ومجربين هذا الأكل. يمنوع بالحلق يعني مستوي. طبعا واخيرا راح اجرب الكسكس المغربي. مرحبا باهل العراق، يا هلا. التقيت طبعا بطارق الفود تور. طارق جاهز للاكل؟ ايوه دائما جاهز. جاهزين للاكل، خليكم ويانا. مختلف شويه على الدول الاوروبيه، ما عندناش افطار غداء عشاء، لا تقريبا 5 وجبات في اليوم. 5 وجبات ما شاء الله. الافطار اللي كيكون نقول له حريره سوب، افطار خفيف يعني. افطار خفيف قهوه، بعدين كيجي واحد الافطار اللي كيكون فيه خبز، زيت زيتون. هذا افطار رقم 2. رقم 2. اوكي. بعدين كيجي وقت الغداء، بعد الغداء عاوتاني كتكون ما بين الغداء وما بين العشاء. احنا نسميها عصريه. تمام. ومن بعدين عاد كيجي العشاء في نهايه المطاف. بخير الله يكرمك. دير اختك هنا. انت اول حاجه دار الصديق ديالنا هنا وقدم لينا الشاي من العدد ديالنا ديال حسن الضيافه. حسن الضيافه. اي واحد غادي مثلا تجي تزور هوايه شاي. كذا مراكش تشرب كثير شاي. شكرا جزيلا. بصحه وراحه. هذا الشاي الثاني طبعا. وهذا مشي. وهذا الريوق السين. هذا طبعا بيض ولحم وشنو بعد؟ كاين شويه زيت الزيتون. زيت الزيتون. في زعتر؟ لا ما في زعتر. هذا في زعتر؟ كمون وملح. كمون. هذا الكمون. ريحه الكمون لذيذة والله الريحة. الطعم ولا أروع. طيب والله كثير عاش ديدكم. طعم الكمون واللحم والبيض سوية ولا أروع، والخبز أطيب خبز أذوقه. طبعا هسه خلصنا الفطور اللي هو الريوق، وحاولت ما أكل هواية لأن بقي بطني شوية فارغة لأن ورانا أكل أقوى وأقوى وأقوى. بس الريوق كان 10 على 10. هذا الشارع معروف بالأكل طبعا، الأكل الشعبي يعني، هو أطيب أنواع الأكل أكيد. هذا مطعم عراقي، شاورما عراقي. يعني مرحبا بناس العراق. مخبز ديال الحي، في الناس كتجيب الخبز ديالها. فرن عميق كبير ما شاء الله. تقريبا 5 امتار. 5 امتار. وفي 3 امتار في العلو. خبز الجيران يعني. وهذا فرن تقليدي تقريبا. تقليدي. وهذا الشيء حلو كله. الفاسيليتيز اللي تقدر تلقاه في اي نيبرهود هنا. يعني احلى شيء هنا بعدهم محتفظين بالثقافه المغربيه القديمه، يعني ايش قد ما تتطور الدنيا بس بعدهم اكو شغلات تراديشنال، اكو شغلات كلش يعني متمسكين بيها، وهذا الشيء كلش حلو. هذا الحمام طبعا مال السوق، بس شوفوا الحطب اللي يشغلون النار بيها كلها طبيعيه، يعني خشب يشغلون فيه لمد الحمام يصير حار يعني. مرحبا. هنا بدنا ناخذ مسمن، واحد النوع من الخبز المطهي على المقلاة. يجي عادة كخبز؟ كيتعتبر كخبز، حتى هو مصنوع من الدقيق ومن الزبدة ومن الزيت، وغالبا كيمشي مع هادشي مع جبنة مع جبنة. فينا سباطة ثانية. تقريبا مثل الكاهي بس مو حلو يعني مثل الكاهي، وكلفة يعني صباحية. نذوقها ونمشي وراي. نخلي بيها عسل وجبن شويه. الطعم مال الخبز عبالك كاهي بس مو كرانشي، مو مقسم مثل الكاهي، عبالك شلون مال عجينه بورك هالشي. وجوه طبعا اكو عسل وجبن. الطعم خرافي. اذا ابقى هنا اعيش راح اسافر 20 كيلو مدة شهر، تقييمي له 9.5 من 10. هاي الطنجية الاكل هنا يجيبوه على مود يستوي اللحم اللي بيه، ومثلا جايبه يروح يسبح يكمل سبح، ويجي هنا يخلي اللحم بما يستوي يخلص سبح يجي ياخذه ويروح للبيت. بعدنا مستمرين بالمشي بالسوق، يعني ما شاء الله هنا السوق يضيع بيه اكبر واحد. طبعا جينا هنا بسوق الزيتون، سوق الزيتون يابا، كل انواع الزيتون موجودة هنا. تمام. مو كل الزيتون ما احبه، بس هنا قمت اكل زيتون لانه طعم اخر. وصلنا المحل يبيع سندويشات بس بسيطه، بس شنو من سندويشات؟ مشهور بمراكش كلها. شيف عمر ما شاء الله. شيف عمر مشهور انت.
مشهور في العالم. هذا مكان كلش مشهور لانه اشهر اليوتيوبريه اهل الاكل جايين هنا ومجربين هذا الاكل. خلينا نجرب اللفه مال تركي اللي هو فسيفس ويا بصل مشوي مع شنو ما اعرف مع شنو، بس خلينا نجرب واقول لكم شو رايي بيه. خلينا نجرب اللفه مال الشيخ عمر. شوف اللحم طعم النقانق اللي هي هاي، والتركي اللي هو على شيش سيفس لحمه، لا هو دجاج ولا هو لحم، طعم غريب. استعمل بهارات البيت. طيب اللفه كلها تقييمي للفه 9.5 من 10، كلش قوي. بعلون مال النقانق. ديك الرومي يمكن؟ ديك الرومي. كنا الساندويتش كانت كلش طيبه طبعا مال التركي مال فسيفس. هسه نروح نجرب اكله جديده اقوى. اريد اجرب الكسكس، اريد اجرب اكلات شويه قويه. عندي مجال بمعدتي بعد مال اكل شويه. طبعا اجينا من اشهر المطاعم، اسمه مطعم الحاج مصطفى. هذا شنو؟ مطعم سبيشل كلش لانه يطبخون الاكل جوا القاع، يعني اللحم يطبخوه جوا القاع، بفران جوا القاع ويطبخوه. خليني اشوفكم شلون. طبعا من هذا المطاعم اللي كلش مشهوره بمراكش. اذا تعرفون اليوتيوبر الشهير مارك سوى هنا الفيديو مالته وجرب اللحم، فراح اجرب اللحم واقول لكم شنو رايي بيه. Hold yours. أنا بس صدقني اللحمة هنا أحسن من سولت بايلي أكثر مرات. خلينا نجرب اللحم مال الحاج مصطفى الشهير. اللحم يموع بالحلق، يعني مستوي مجبل. شوية ملح، خروف الملك. باهاي طعم رهيب، يختلف على اللحم العادي. ما تعتقد لحم. تقييمي لهذا اللحم 10.5 من 10، يعني مو طبيعي، يموع بالحلق. شوف القطعة هاي، حلقوم مو لحم مستحيل. دابا عندنا الطبق الثاني هنا اللي هو عباره عن طبق طنجيه، معروف الطنجيه المراكشيه اللي كتطبخ ماشي على عجل وكتطبخ سلولي. والطريقه ديال الكبه ديال الطنجيه ديما تنوجدوا الخبز للشخص اللي غادي يكب. تفضل السي فقيه. بسم الله. صحه وراحه. الله يكرمك افضل. مذاق ثاني. السبب علاش كنديروا الخبز هنايا باش نحبسوا الصوص ما تخرجش دنياتو. الصوص تبع الطنجيه تبقى هنايا في المكان. بس نجرب الطنجيه طبعا هذا اللحم يختلف على اللحم اللي كنا قبل شويه، ببهارات وزيت الزيتون، فالطعم شويه يختلف. همين مطبوخه بطريقه يعني سلو، بطيئه كلش، 3 4 5 ساعات على نار هادئه، فاللحم يموع بالحلق، يعني حرفيا يموع بالحلق. واللي يسال طبعا يختلف عن اللحم العراقي الطعم، يعني احنا هم نسوي لحم هيجي هاي الطريقه فوق التمن وهاي، بس هذا الطعم اللحم يختلف لانه نوعيه البهارات تختلف، والاضافات زيت الزيتون والزعفران الموجوده هنا يخلي الطعم يختلف على اللحم اللي متعودين ناكل. تقييمي له 10 على 10. طريقة السكب الشاي عندنا هنا اللي هو بطبيعة الحال شاي أخضر صيني مجفف مع نعناع. ديما نحاولوا نرفع البراد للماكسيموم. والدور تبع الفقاعات هي حماية المشروب، لو في دشت غبار ولا أي شيء بيبقى في الفقاعات وهكذا ممكن يبقى المشروب تاعك نظيف. جرب الشاي. طبعا الشاي يختلف عن الشاي العراقي، الاعشاب اللي يستخدموها واكو يخلون النعناع بيه، فالطعم كليا يختلف عن الشاي نشربه بالعراق. من الاطيب ما ادري، يعني الشاي العراقي طيب بالهيل، بس هذا طعم مو هيل، طعم اعشاب ثانيه ونعناع، بطعم النعناع كلش قويه بالشاي. انا برايي اطيب من الشاي العراقي رهيب. طبعا هسه جينا نحلي، لازم حلويات ورا هذا الاكل كله اللي اكلناه، لحم ودجاج وديك رومي فسيفس، بطن شويه تخربطت. جينا نحلي ونشرب عصير، راح نشرب عصير الافوكادو ويا الليمون، عصير غريب عجيب بس يقولون من اطيب العصاير هنا بمراكش. هاي شنو اسمها قلت؟ كعب الغزال. كعب الغزال.
طعمها بيها حبة حلوة، فيها حبة حلوة، فيها لوز وفيها روز زهر. كلش خفيفة على المعدة، تموع بالحلق، بيها طعم حبة حلوة، والحلاوة مالتها مو كلش حلوة، مناسبة كلش. تقييمي لها 9.5 من 10 حقيقة. انا الجودة الناس تاع الجودة هون. جودة بعد اسم على مسمى، لذيذة كلش. افوكادو وليمون، ماكو سكر؟ ماكو سكر. لذيذ. مبين صحي. كل صحي. كثير من الشباب اللي يروحوا على الجيم ياخذون هذا، يفيدني انا. فيه هيلثي فات. هذا العصير لذيذ كلش، افوكادو وليمون، لازم تجربوه اذا تجون المراكش. ومثل ما وعدتكم وصلت لمرحلة لازم اكل الحلزون اللي هو الزلنطح، نجرب طعمه شلون طيب. لا خليكم وياي. طبعا هذا الحلزون نجرب ناكله فوق الحلزون يابا، ان شاء الله يكون طيب. حقيقة طيب. ناكل وحدة ثانية. تاكل راسه، عيونه، وجهه. طيب عبالك بملوحة بس طعم يعني مقبول كلش وطيب اصلا. صحيح شكله شوية ممكن مقزز بس صدقوني الطعم هذا سمين يابا، سمين. اتوقع مليان بروتين لانه طعمه شلون الروبيان، تقريبا يطي شويه على الروبيان بس لحم طري يموع بالحلق، يعني مو من النوعيه اللي تبقى تعلس فيه. يعني ما اعرف ايش دا اكل، يعني ممكن هذا الجزء ما ينأكل بس ناكل كل شيء. احنا جايين عمود ناكل، عمود نجرب، لذيذ كلش. مرحبا باهل العراق، يا هلا مرحبا بك. احلى كاس لاحسن ناس. حبيبي تسلم. شكرا. كوكتيل يابا انه لذيذ. واخير وجبه راح نجربها اكيد الكسكس. مستحيل اطلع من المغرب وخاصه من مراكش وما مجرب الكسكس. وهذا المحل اشهر محل بالكسكس بمراكش. القايد السياحي طبعا الخاص بالاكل قال لي لازم تجي لهذا المطعم. يلا بينا نجرب الكسكس المغربي. وصل الكسكس طبعا طلبت اللحم الغنم. طبعا واخيرا راح اجرب الكسكس المغربي. هذا كسكس بالغنم، يعني لحم غنم يتكون من شجر، فلفل وبوتيتا، واللحم صاير وين جوه. خنذوق لقمه باللحم. طعم بيه طعم قرفه، كمون، ممكن كركم همين، بس بهارات قويه كلش، وبيه حراره، اعتقد بيه فلفل اسود. اللحم والكسكس نفسه كلش طيب. اللحم ينطبخ على بخار ساعات لحد ما ينهرس ويصير لين كلش ويموع بالحلق، بس الطعم هنا طعم قوي مال القرفة. هاي أول مرة أجرب الكسكس المغربي وأعطيه 9 من 10 بس لأنه بطعم شوية القرفة قوي، بس كطعم لحم 10 على 10. بس الكسكس كله 9 من 10. ممكن أكله بعد 100% أكله بعد، بس راح أجرب الدجاج أو اللحم العادي لأن هذا غنم. ونسيت أقول شيء، الكسكس بيه طبعا طعمه مالح بس بنفس الوقت بيه حلا قليل. أنا من كلش أحب الشغلات اللي بيها حلا وملوحة بنفس الوقت، يعني لو حلو حلو، لو مالح مالح، لو حامض حامض، تجيك نكهات وايد. الملوحة والحلاوة بنفس الوقت. كسكس ممتاز.